انظر إلى حالنا اليوم، يخرج الشاب المسكين هذا ويشوف تلك المنكرات ويشوف تلك الفضائح ويشوف ذلك العري وذلك التبرج، النساء كأنهن عند خروجهن من بيوتهن يتقصدن إغراء الناس، وبعضهن لباسهن دعوة للزنا والفاحشة، نعوذ بالله. أي دين وأي أخلاق وأي مروءة وأي عرض لما الرجل يرى بنته خارجة بهذه الصورة، بذلك السروال الحازق الذي يحجم عورتها المغلظة وربما تقبل عليه وتخرج. أي نوع من الرجال هؤلاء؟ الدياثة بلغت إلى هذه الدرجة، نعوذ بالله رب العالمين. فهذا رغم هذا الداعي إلا أنه صابر، والصبر هنا بالنسبة للشاب يعني بكل أنواعه، لأنه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية الذي يسميه العلماء صبر الامتناع، يصبر حتى يمنع نفسه من أن تقع في الحرام، لما؟ لأنه يخاف الله رب العالمين. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء من دعته، والغالب أن يكون شابا، لأن المرأة ذات المنصب وذات الجمال لا ترغب في واحد شيخ هارم، صح ولا لا؟ وش تعمل بالشيخ؟ يدعي لها بالك. أما للفاحشة لا تدعوه أبدا، إنما تدعو الشاب القوي، كما دعت امرأة العزيز يوسف عليه السلام وأبى عليها لأنه كريم ابن كريم ولي من أولياء الله ونبي من أنبيائه عليه السلام. هذا كذلك، هذا في مقام يوسف عليه السلام، في هذا الصبر الذي فتح الله جل وعلا عليه فيه. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ردها وأبى عليها وبين لها سبب ذلك لعلها أن تتوب إلى ربها تبارك وتعالى.